واو. أهلا وسهلا يا جماعة في فيديو جديد. صلاح ميغيل. النهارده أنا بروح للفيوم بأول مرة. الحياة الريفي. أنت تعرفني؟ بتحب الفيديوهات؟ الطريق للفيوم بيبدأ من الأهرامات. الفتار الفلاحي. الفيوم فيها صحراء كبيرة، شلالات مياه، وفيها كمان آثار كتير. مبسوط أوي. في الفيوم في متاحف كتير. انت تقدر تنام في نص الصحراء في خيمة وتعمل كامب وفي نفس الوقت تشوف النجوم. الحياة هنا حلوة أوي. وفي الفيوم في نفس الزحمة في القاهرة. والفيوم كمان فيها مدينة سينائية. فيها كمان أماكن زراعية كبيرة. في كمان حيوانات كتير، بقر، جاموس، نحلة، في كلاهيتا. دي شكل زي بوفالو. دي فصيلة ودي فصيلة. دي ريفي 100%. أنا راجل ريفي وأنا بحب الفيوم أوي. الحياة الفلاحي. يا جماعة إحنا في الفيوم. اوكي يا جماعة، أنا بلبس الجلابية مريحة أوي. أنا تاكد الهدوم مناسب عشان الفيوم. أنا هقابل واحد صاحبي محمود، هو هعزمني على الغداء الفلاحي. يلا نشوف الأكل. اوبا حبيبي. اوكي يا جماعة، أنا عند بيت محمود. ازيك يا محمود؟ هو الراجل كريم أوي. عندنا حاجات جميلة قدامنا. أنا بصراحة أنا جعان جدا. أنا هقوم هنا مع محمود في بيته، وبكرة كمان هنفطر هشتغل فلاح. تشرفنا ونورتنا. اوكي يلا نشوف عندنا ايه قدامنا. دي انا عارف، انا اعتقد دي ملوخية خضراء طالعة من الغيط عندنا وبيظبطوها. كله طبيعة من الريف. واو 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 واو. انا هجرب الملوخية. واو جميلة أوي. مع أنت مين بتطبخ كده؟ أنا مراتك. هاكل الملوخية مع العيش شوية زي كده. لونها حضرة جدا. طازة أوي. خد بقى اللحمة، دوق اللحمة البلدي بتاعتنا كده. دي اللحمة بتاع إيه هون؟ دي بتاع العجل ابن البقرة كده. حلوة. طريقة أوي، طعمه لذيذ. أنا يا جماعة سمعت البط مشهور أوي في الفيوم، وأنا متحمس عشان أخيرا أنا هجرب البط. واو. انت بتاكل كل يوم زي ملك، نو؟ مع مراتك هي بتطبخ كل حاجه. ما تمسك الخشب، احنا ناقصين نعرفك. يلا مش كده يا حاج، ما اللي اداك الدينا بقى. محمود واو. البطه مفاجاه كبيره. في دهون. جميلة أوي البطة. أنا بحلم بالوليمة دي من 15 سنة. أنا هاكل كل البطة، حلو جدا. أنا هجرب كمان الرز، نو؟ الرز دي إيه؟ صلصة طماطم؟ بسلة بالجزر. بسلة بالجزر. أنا بستمتع أوي في الفيوم. ومين؟ أنصحي كمان. طبيعي، كله طبيعي. أيوة، زرع طبيعي. عندي حفلة مع البطة. 2000 years later. One eternity later. واو. انا احسن حاجه انا باكل هنا مع الجلابيه مريح قوي. ده الاكل هنا فعلا محتاج جلاليب. كرشي نزل في وراكي. واو. عملتها شويه ميه. بكره هنشتغل كتير، نو؟ عشان ولا لا انا هطحن. 1 hour later. اوكي يا جماعة، أنا هنا مع محمود وإبراهيم لسه صحيت. أنا بصراحة أنا مريح أوي مع الجلابية. أنا أعتقد أنا هلبس الجلابية في مصر كمان في القاهرة. وهنفطر الفطار الفلاحي. احنا دلوقتي في نص الريف، يلا ناكل، نو؟ الفطار شكله حلو أوي، في كل حاجة، في بيض مسلوق، طماطم، عيش، نو؟ عندنا كمان عيش، نو؟ جبنة فلاحي كمان، عسل. في كل حاجة. أنا أعتقد إحنا هنستمتع كتير. يلا تعالى افطر معنا. هبدأ مع شوية أومليت. يلا بينا، يلا ناكل شوية أومليت. مختلف، نو؟ عن عيش تاني. يا جماعة دي العيش الفلاحي. ممكن يديني واحد بيض مسلوق وزبدة. أوكي، أنا هاخد كله مع بعض.
جميل قوي. دي زبده فلاحي يا جماعه. الزبده جميله قوي. زبده بلدي، الطماطم دي بلدي، والخيار بلدي، والبيض ده فراخ بلدي. واو. الفطير ده فطير اسمه فطير مشلتت معمول بسمنه بلدي. واو، دي تجربه حلوه جدا. بعد الفطار انا عايز اشتغل زيهم. انا بحب الحياه في الريف يعني. الطماطم من هنا طماطم بلدي. حلو جدا. احسن طماطم انا اكلت في مصر. طاسه قوي. طاسه قوي يا جماعه. ودلوقتي انا هاكل ايه ده؟ اسمه ايه؟ فطير مشلتت بلدي. فطير مشلت. اوكي. عسل بابي. العسل شويه عسل. واو، انا عايز شويه عسل اكتر. دي جميل. ايوه. واو 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 واو. انا هعيش معاكم هنا في الريف. واو يا جماعه، دي تجربه جميله قوي. الفطار في نص الريف والاكل جميله جدا. انا اعتقد انا عندي طاقه عشان اشتغل شويه. يلا بينا. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك؟ كيف الحال؟ انت اسمك ايه؟ محمد. انت بتعمل ايه؟ انا احش برسيم. اوكي، ممكن اعلمك ازاي اعمل كده؟ ممكن. اوكي، وريني. تمسك كده دي شرشره يا جماعه دي محشه. اوكي، اجرب زي كده كويس. واو، اسمها ايه؟ محشه. واو، المحشه دي حلوه جدا. على طول. اوكي يا جماعه، انا اعتقد لنا شغل كتير قدامنا. اوكي يا جماعه، انا اتعلم ازاي اقطع البرسيم. محمد، ده الخمار بتاعتك جميل قوي وممكن اركبه. يا جماعه انا هجرب. دي تجربه خطيره عشان رجلي زي كده، لكن الخمار شكله اسمه ايه؟ عنده اسم؟ هنا ما فيش اسم. اوكي. شمر قلبيه. انا اعتقد يا جماعه دي هيكون صعب مع رجلي. يا جماعه الموضوع كان شويه صعب عشان رجلي تعبان، لكن انا ركبت الحمار. يلا بينا. يلا بينا. الحياه الفلاحي. فلاح ميغيل. Tengo un tractor amarillo. تجربه فلاحي جدا. الحياه هنا حلوه قوي. اوكي يا جماعه، الارض عشان كده احنا هنبدا نرويها. محمد، انت تاخد الميه منين؟ انا كده بنملى المكنه عشان تسحب الميه من البحر. اوكي يا جماعه، دي طريقه الري هنا في الفيوم. الحياه الريفي. ميه صعب. اوكي يا جماعه، انا هرمي البذور عشان الميه. حلو. ايوه. دو جاموس مش بقر، نو؟ دي جاموس. ايه الفرق بين الجاموس والبقر؟ دي شكل زي بوفالو. دي فصيلة ودي فصيلة. وانت بتاكل اللحمة منهم؟ ايوه هي وكمان الحليب. يا جماعة، قبل ما اسيب الفيوم انا عايز اعمل وقفة في مكان مميز قوي، مستشفى غسيل الكلى. الحاجة الجميلة عن المكان هما بيعملوا كل حاجة بالمكان. هما يساعدهم الناس الفقيرة اللي عندهم مشاكل في الكلى وكله بالبلاش. انا هزور المكان وهتبرك بشوية فلوس، لكن اهم حاجة انا اقدر اعمل النهارده انشر العمل الجميل هما بيعملوه هنا. يلا بينا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا جماعة؟ انا مع احمد يونس. انت مدير المستشفى. نعم. الفكرة دي عشان اتبنت المستشفى جيت منين؟ هو بفضل الله احنا كان عندنا في القرية اطفال كانت بتروح تسافر القاهرة ابو الريش 3 ايام في الاسبوع. كانت بيعانوا من مشقة ومشوار طويل. كان يقوموا الساعة 1 بالليل صيف شتاء عشان يروحوا مستشفى ابو الريش يغسلوا 3 ايام من كل اسبوع. فكان للاسف كانوا بيروحوا ممكن الولد او البنت تغسل مرة و2 في الاسبوع، وباقي الشهر تؤديه في العناية المركزة من اجهاده والتعب. ففكرنا ان احنا ناسس المستشفى دي بفضل الله، ان احنا نعمل مركز غسيل كده يخدم كل اطفال محافظة الفيوم. فبفضل الله قمنا من حوالي بالظبط 7 سنين بتشغيل المستشفى للغسيل كده. بدانا بغسيل الكلى بفضل الله، ثم علاج طبيعي، ثم حضانات، ثم عيادات خارجيه، وجاري الان
بفضل الله ان احنا نوسع المستشفى، نفتتح عنايه مركزه وغرفتين عمليات كبرى وصغرى. انت بتدفع المصاريف بتاع الجهاز، التكييفات، الممرضه ازاي؟ بالنسبه للغسيل الكلوي هو الدوله بتدي نسبه لكل غسله 500 جنيه، تكلفه الغسله الواحده بتخش في 2000 جنيه. بفضل الله احنا بندبر المبلغ ده من اهل الخير. احنا عندنا مرتبات حضرتك بتتعدى 100,000 جنيه في الشهر، دكاتره وتمريض وعماله، بالاضافه مستلزمات الغسيل الكلوي كلها الماني، فمستلزمات غاليه. انت نسبه اللي بيدفعها التامين ما بتكفيش نص المبلغ. انا يا احمد انا عايز اتبرع المستشفى، ازاي انا اقدر اتبرع؟ هو احنا اولا بفضل الله وانت في ايصالات رسميه بتعطي للمتبرع، ايصالات رسميه دي معتمده من اداره الزكاه على مستوى الجمهوريه. ولو تحب تشتري الحاجه بنفسك واحنا برضه نديك الايصال برضه مفيش مشكله، تبرع عيني. يا جماعه لو انتوا عايزين تتبرع المستشفى دي الحساب تحت هنا. واحمد المستشفى محتاج ايه؟ هو المستشفى بفضل الله محتاج ان شاء الله اشعه مقطعيه، اشعه رنين مغناطيسي، وسياره اسعاف. دي سياره الاسعاف اللي واقفه بره دي ممكن نستناها بالساعه والساعتين لما تيجي. ممكن بيكون المريض توفى الى رحمه الله، فاحنا بنناشد رجال اهل القاهره المحترمين ان احنا نلاقي سياره اسعاف لمجمع بلال بن رباح الطب الخيري، واشعه رنين واشعه مقطعيه. ودي عشان مساعد شويه. طيب احنا هنتقبل منك، ربنا يبارك فيك. يعني هو انت اخ جاي من اسبانيا جاي تزور مكان، فاحنا هنقبل منك التبرع الجميل ده وهنديه في ايصال السلام، بيستلموا ياخدوا الاخ ويديك ايصال السلام. اهلا. على الجلسه المريض بيقعد 4 ساعات. بتغسل كم مره؟ بيغسل 3 مرات في الاسبوع. انت اسمك ايه؟ عمر. انت عمر، وانت هتكون كويسه قريب قوي. انت في المدرسه عندك كم سنه؟ 14. وانت عايزه ايه في المستقبل؟ عايزه تكون ايه؟ ممرضه. وان شاء الله انت هتكون ممرضه، وفرصه سعيده يا عمر. مستشفى شكل جديد قوي، كل الجهاز اخر جهاز، وهما بيعملوا شغل كويس قوي هنا. ازيك؟ انت اسمك ايه؟ حسام. انت عندك كم سنه حسام؟ 13. وانت في المدرسه؟ انت مش في المدرسه، مش بتدرس؟ وانت عايز في المستقبل عايز تكون ايه؟ اي حاجه. انت تعرفني؟ بتحب الفيديوهات؟ والله. حبيبي. هو عملت فولو على اليوتيوب. انا شفت الفيديو بتاعك لما صمت رمضان. يوم كان يوم صعب شويه. انت من الفيوم؟ اوكي. الفيوم جميل، انا بستمتع المدينه قوي. وفرصه سعيده يا جماعه. اوكي يا جماعه، اتمنى انتوا بتحبوا الفيديو ده. انا استمتعت كتير في الفيوم، الناس جميله، كل الاماكن، الحياه هاديه وحلوه. لو عايزين انا اشوف محافظه تانية في مصر تكتبوا في الكومنتات، وهشوفكم في فيديو تاني. مع السلامة. البطيخ، انا بطيخ البطيخ قوي.